السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بقى بعودة المدارس من تاني. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حبة مخبوزات كده حلوة للمدارس، ان شاء الله تعجبكم. اعمليها وفرزيها وشيليها في الفريزر بقى، هتسهل عليكي وقت ومجهود، وكمان رمضان جاي هتشيليها في الفريزر للولاد وتطلعيها بقى وتحطها لهم في اللانش بوكس على طول. النهارده بقى المعجنات دي عملناها من 5 كوبايات دقيق. تعالي شوفي بقى الوصفة بتاعتنا اتعملت من 5 كوبايات دقيق، عملت قد ايه مخبوزات، وعملت كمان معاهم بيتزاية كده حلوة. اتمنى الفيديو يعجبكم. لو اول مره بتشوفي القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل، وتعالي شوفي بقى المخبوزات الحلوه دي اتعملت من 5 كوبايات دي ازاي. ولو مش بتعرفي تعجني هتعرفي تعمليها من اول مره. اول حاجه بقى هنجيب 5 كوبايات دقيق، هعاير 5 كوبايات دقيق واروح انخلهم. بعد ما ننخلهم بقى هقولك هنعمل ايه وهنستخدمهم ازاي. اهم حاجه الكوبايه اللي انت هتعايري بيها الدقيق هي نفس الكوبايه اللي انت هتستخدمي بيها الميه اللي انت هتحطيها. اول حاجه بقى كده نخلت كوبايتين دقيق وخدتهم كده لوحدهم، وحطيت عليهم كيس خميره وزي كده طرف المعلقه ملح، وهحط كمان عليهم معلقتين سكر. 3 كوبايات التانيين خليهم على جنب، هنستخدمهم بس بعد 10 دقايق. وبعد كده هجيب بقى معلقة زعتر، لان انا هعمل طبعا معجنات. انا بحب الزعتر يتحط في المعجنات قوي، بيدي طعم حلو قوي للعجين. وهقلب كل دول كده مع بعض، وبعدين هجيب كوبايتين مية فترة. المية تكون دمع العين كده. هحطهم على كوبايتين الدقيق دول، وهعملهم زي خميرة كده في الاول. هحط كوبايتين المية على كوبايتين الدقيق على السكر، الخميرة، ذرة الملح، ومعلقة الزعتر. وهقلبهم كده مع بعض وهسيبهم لحد 10 دقايق بالظبط كده. بعد ال10 دقايق هنبدأ بقى نكمل بقية العجينة بتاعتنا. كده بقى العجينة بعد 10 دقايق كده خلاص. هبدأ بقى ان انا هحط بقى بقية الدقيق بتاعي. احط اول كوباية واقلب كده بايديا، اعجن كده بايديا، وبعدين انزل بتاني كوباية واقلب برضو. وبعد كده هنزل بربع كوباية زيت او ربع كوباية زبدة، يا ده يا ده، وعجيني كده فيها. وبعدين تروحي نازلة بقى باخر كوباية دقيق، هتلم معاكي العجينة وهتبقى كده طرية وحلوة. سيبيها برضو ترتاح 10 دقايق، وبعدين ابدأي بقى شكليها. بصي بقى بتطلع معاكي طرية وحلوة، وكمان بتتفرد معاكي بكل سهولة. انا بفردها هنا كده على الخشبة دي بتاعة العجن. فحطيت برضو رشة دقيق علشان ما تمسكش فيها. بس هي العجينة مرتاحة معايا وحلوة وطرية قوي. بتبقى معاكي حلوة وطرية وسهلة، تقدري تشكليها وتعملي منها اي حاجة. ب5 كوبايات دقيق وكوبايتين مية وربع كوباية زيت او زبدة هتقدري تطلعي احلى عجينة تعملي منها حلو وحادق. الحلو لو هتعمليه تعملي تحطي فيها فانيليا، ولو هتعمليها مخبوزات حادقة حطي فيها زعتر. انا بعمل منها كرواسون، وبعمل منها باتيه، وبعمل منها بيتزات، وبعمل منها اي معجنات بصراحة بتسهل عليا، لان المقدار معروف، كوبايتين في الاول وبعد كده 3 كوبايات بالتدريج لحد ما العجينة بتلم معاكي وبتبقى زي الفل. طريقة سهلة وبسيطة للعجينة، ما بتاخدش وقت كبير في التخمير، بتشتغلي بيها على طول وبتطلع المعجنات حلوة قوي. اهم حاجة انخلي العجين قصدي الدقيق بتاعك، وتجيبي نوع دقيق يكون كويس. وخلي بالك من الدقيق في الجو الساقع ده عشان الرطوبة. حاولي ان انتي تجيبي دقيق من عند حد يكون الطلب عليه كتير، ما تجيبيش دقيق مركون لان الدقيق بيبقى من الركنة مش حلو. عملت بقى اول حاجة كده البيتزاية شكلتها. خرمي البيتزا كده قبل ما تحطي عليها الصلصة بتاعتها علشان ما تنتفخش معاكي قوي وتبقى عاملة زي الكيك. عشان في ناس بتقولك البيتزا بتنتفخ معايا قوي وبيطلع عامل زي الكيك كده، مبقاش عاجبهم. خرميها كده بالشوكة وقبل ما تحطي الصلصة بتاعتك. والصلصة بتاعتنا تبقى سهلة قوي. انا بعملها من الصلصة اللي هي بتبقى في البيت، بحط عليها معلقة زعتر وبخففها كده بحبة مية صغيرين، وابدأ بقى ان انا ادهن وش البيتزا بتاعتي. لا بحط على النار ولا اي حاجة خالص. وحطي بقى وقطعي، طبعا انتوا عارفين البيتزا بتحطي وتقطعي اللي انت عايزاه عليها، ودخلها بقى على درجة حرارة 200. يكون الفرن مسبق التسخين عشان المعجنات تطلع معاكي حلوة. اول ما تطلع من الفرن غطيها، لازم المعجنات تتغطى اول ما تطلع من الفرن. اوعي تطلعي اي مخبوزات من الفرن وما تغطيهاش. ما تغطيهاش بفوطة بس، لا لازم تغطيها بكيس كده او ورق استريتش، وبعدين تروحي حاطه عليها فوطة، هتطلع معاكي زي الفل. وكمان اهيك الصاج بتاع المشكلات اللي انا عاملاها من المخبوزات كمان طلع
وعملت كمان حبة ميني بيتزا كده صغيرين. طبعا المشكلات والحاجات دي كلكم بتعرفوا بقى تشكلوا الحاجات دي اللي هي شبه القرصة واللي شبه الكحكة واللي زي الرغيف الفينو الصغير، واللي طبعا الميني بيتزا دوت كله بيعرف يعمله. فانا قلت بقى ايه توفير عشان الفيديو ما يطولش يعني. الحاجات دي كلها سهلة كله بيعرف يعملها. انا بقى اهم حاجة اديتك فكرة العجينة اللي انت تقدري تعملي بيها. العجينة سهلة وبسيطة وكمان مكوناتها كويسة، لان في ناس بتفشل معاهم العجين كتير قوي. فالاحسن ليكي ان انت تعمليها بالمعيار الكوبايات 5 كوبايات. شوفي الكوباية اللي انت هتعايري بيها هتمشي بيها في كل المقادير. وتحطي يا ربع زبدة يا اما ربع زيت المتوفر عندك حطيه. هي بصراحة بتبقى بالزبدة أحلى، بس لو مش متوفرة عندك زبدة طبعا الحاجة غالية حطي بقى ربع زيت، ربع كوباية زيت. هتبقى حلوة معاكي برضو، مش هتقول لأ ومش هتبقى وحشة. من غير بيض ومن غير أي حاجة طالعة بصوا بقى عاملة زي الفل بصراحة. حلوة وطرية قوي. ودي كمان السندوتشات اللي هي عاملة زي الفينو كده الصغير، حشيها برضو من جوه. سهلة قوي على فكرة، الحاجات دي سهلة قوي. وتقدري ان انتي تعمليه وتشكلي اللي انتي عايزاه براحتك خالص. عايزة تعملي كله ميني بيتزا اعملي، عايزة تعملي اللي هي زي القرصة دي وتحشيها برضو اعملي براحتك خالص. اعملي وشكلي اللي انت عايزاه وهيبقى سهل قوي لولادك، خصوصا كمان احنا في رمضان هيبقى الوقت عندنا يعني ننام متأخر وهنقوم بدري للمدارس. فهتقدري ان انت تحطيها في الفريزر وتطلعي بقى كده مثلا اول ما تصحي قبل ما تلبسي ابنك ولا تلبسي بنتك، تقدري بقى تحطيها في الميكرويف شوية او تحطيها على طول في اللانش بوكس قبل ما يروح المدرسة ويبدأ ان هو ياكلها. هتكون بقت زي الطازة بالظبط. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكون الفكرة عجبتكم بتاعت العجينة دي اللي ما بتعرفش تعجن. تقدري تعملي زي ما قلتلك منها كمان الكرواسون والباتيه. ولو حابة تعملي الكرواسون حلو تقدري تحطي الفانيليا في العجينة بدل ما تحطي الزعتر. ان شاء الله اللي ما بتعرفش تعجن وما بتعرفش تعمل مخبوزات حلوة وما تعرفش تظبط عجينة تقدري تعملي العجينة دي سهلة قوي وبسيطة. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.